ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم. وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعته في سوريا، فالباطنية الذين في سوريا، والباطنية الذين في إيران، والباطنية في الهند هم الإسماعيلية. هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله بالاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم. هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة النعتية، ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الآن الخمينية، الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف.